هو انت جيت؟ بشارة وكيم من مؤسسي السينما والمسرح المصري، مش شامي زي ما كتير فاكرين. درس في الفرير وبعدها خد ليسانس حقوق. كان فنان قوي وبيحب الفن، شاعر موهوب باعتراف زملائه رغم رفضه نشر أي ديوان ليه. اشتغل مع عبد الرحمن رشدي ويوسف وهبي والريحاني، بدأ تراجيديا وأبدع في الكوميديا. يا هيكي بشارة التمرية، دكتور الأمراض المستعصية، زحلاوي ابن زحلاوي. لا تتقوهي هيك، قلبي رح ينفشخ فشخ. عيلته كانت رافضة انه يسيب المحاماة اللي اشتغل فيها فترة قليلة بعد ما اتخرج، وبسبب الفن أول خطوبة ليه ما نجحتش. بعد كده حب ميري منيب بس من طرف واحد. لما اعترف لها وطلب ايدها قالت له انها بتحب حد تاني وهيتجوز. من بعدها ما بقاش يميل للمرأة قوي، وده بان في لقاءات حوارية في وقتها. يا من تعكمون الفلوس وتتركون الفقير يحوس وتملؤون فروشكم بالديوك الرومي ولحم الجاموس، اتقوا الله. كان بيحب الصيد قوي وكان دايما يطلع رحلات صيد مع أنور وجدي. وفي مرة قرر هو وعبد السلام النابلسي إنهم يحتفلوا بشم النسيم في رحلة صيد في السويس، وخدوا مركب لوحدهم وراحوا جزيرة قريبة من السويس واتبسطوا قوي واصطادوا سمك كتير. وجم يمشوا آخر النهار ملقوش المركب في مكانه وخافوا جدا وقعدوا يزعقوا وينادوا لحد ما بالصدفة غفر السواحل كانوا معدين في دورية وأنقذوهم. وعاوز مني ايه حضرتك؟ اظن عاوزنا كوع مصاريف خرجته. كان مرتبط قوي بالمسرح، وفي مرة تعب على المسرح جنب نجيب الريحاني. كان بيقدم مسرحية الدنيا لما تضحك وجاله شلل مؤقت، ولما الدكتور قال له لازم يرتاح وما يتحركش رد وقال لهم ودوني المسرح اتفرج كل يوم ساعة وانا هبقى كويس. وفعلا حصل. بشارة وكيم المصري القبطي اللي حفظ القرآن عشان يتمكن من اللغة العربية وأصولها، سابنا في 30 نوفمبر سنة 1949 وهو عنده 59 سنة. ما كانش ليه حظ في حاجات كتير بس أبدع وساب لنا تراث نفتكره ونفتخر بيه.